السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم راح نديرو سوفلي، راح يجي بعجينه هايله، وراح يجي بحشو مشرب وبنين. ما عليكم غير تجربوه وتستمتعوا به. هنا نبداو اول حاجه بتحضير العجينه تاعنا. اللي حنا نحتاجو كاس تاع حليب دافي، نص مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع سكر عادي، ربع كاس من الزيت. الكاس اللي كلينا به المرة الأولى دائما. هنا نخلطوا المكونات تاعنا مليح، ومن بعد نبداو نضيفو في الفرينة تاعنا. هنا نزيدو معاها شوية تاع الملح، ونزيدو مغرفة كبيرة تاع الخل. هاد العجينة سهلة وراح تنجح معكم من أول مرة، وراح تعتمدوها في جميع وصفاتكم. تحبوا ديروهم مدورين على شكل خبيزات، كل واحد والطريقة اللي يبغيها. تبعوا معايا المراحل برك اللي درتهم والحشو اللي درتو، لانها حشوة بنينة بزاف. ننصحكم انكم تجربوه. هنا العجينة تاعي نلمها غير كيما راكم تشوفوا. هنا ما نحتاج اني نعجنها، نلمها غير بصبع يديا كيما هكا. وهنا القوام تاع العجينه تاعنا تكون حاكمه روحها شويه، ما تكونش طريه بزاف. نغطيوها ونخليوها تخمر بجهه. من جهه واحده اخرى نجيو نوجدو الحشو تاعنا. هنا نحتاجو في مقله شويه تاع الزيت، قيس بصله صغيره تكون مقصوصه مكعبات، 2 سنينات تاع الثوم، وعندي هنا شويه دجاج مرحي حسب الرغبه تاعكم. تقدروا ديروه مكعبات ولا ديروه مرحي. هنا التوابل: شويه زنجبيل، شويه فلفل كحل، شويه فلفل احمر، شويه كركم، شويه كزبر، شويه كمون، شويه توابل دجاج، ملح بطبيعه الحال. ونقليو هذاك الدجاج تاعنا. هنا نفتتوه مليح ونحلوه هنا نقليو حتى يذبل معنا هذاك البصل ويطيب معنا الدجاج. هنا تقدروا تزيدوا الدبشة اللي هي اختيارية. هنا كما قلت لكم التوابل حسب الرغبة. هنا كيطيب معنا الخليط وينشف من الماء تاعو نخليوه بجه، ونجيو نوجدو صلصة الجبن. هنا كنت درت كاس تاع حليب مع مغرف صغيرة تاع نشا على نار، ونحركهم مليح حتى يثقل معايا هذاك الخليط. هنا نحاولوا ان نخلطوها به، ما ديناش هذوك الحبيبات، وطهبت لنا هذيك المايزينا كامل لتحت. هنا نزيدوا شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل. هنا بعد ما ثقل معايا هذاك الخليط نطفيو عليه. هنا نضيف له ملعقه صغيره من المارغرين او الزبده، ونضيف له الجبن تقدروا تضيفوا حسب الرغبه تاعكم، جبن ابيض او جبن مبشور، كل واحد وش يحب يضيف. انا هنا كنت درت غير جبن ابيض، جبن مثلثات. هنا حاولوا انكم ما تكثروش الملح المره الاولى، لانه مع الفرماج والاخر راح تجي معاكم زايده شويه ملح. ديروا حسابكم. بعد ما خلطت هذاك الفرماج تاعي، هنا نجي نحط هذه الصلصه على الخليط تاع الدجاج تاعي هذاك الاول.
ونحركهم مليح، نخليو كل حاجة تتشرب من خدها. هنا مع الاول راح يجيكم انه هذا الخليط طالق روحه وجاري، لكن كي تخليوه يبرد غير شويه راح يحكم روحه. هنا نعاود نولي العجينه تاعي بعد ما خمرت. هنا نديرها كويرات حسب الرغبه تاعكم، تحبوهم كبار ولا صغار. انا درتهم متوسطين، نحلهم بشويه تاع الفارينه كيما راكم تشوفوا معايا شكل دائري. هنا من الأحسن أنكم ديروا ورق الزبدة باه تجيكم سهلة كي تهزوا العجينة تاعكم. أنا هنا كنت وجدت صلصة طماطم، نديرها هي كطبقة أولى، ومن بعد نزيد هذاك الخليط تاع الدجاج تاعي. هنا شوفوا كيف حكم روحه مش كيما المرة الأولى. نديروا طبقة مليحة تاع الدجاج، نزيدوا شوية زيتون مقصوص، زيتون أخضر، وشوية في جبن مبشور. ندهنوا الحواف تاعنا بالماء كما راكم تشوفوا معايا، ونقفلوا نقفلوا العجينه تاعنا. نجيو نديروا هذا الشكل كيما هكا. تقدروا تقفلوا بالفرشيطه ولا ديروا كيما هكا. ومن فوق هنا نحاول ندهنها بشويه تاع صلصه طماطم، ونزلها شويه جبن وشويه زيتون اخضر. هنا تبقى اختياري، كاين اللي يحب يدهنها بالبيض، كاين يدير الطريقه هذه. هنا في السفلي الثاني هنا ما درتش صلصه الطماطم، درت غير بهذاك الدجاج والجبن والزيتون. هنا ديروا حسب الرغبه تاعكم وحسب المتوفر عندكم في البيت. تقدروا الحشو ديروا طون، تقدروا ديروا لحم مفروم، كل واحد واش يحب. هنا نحطهم يطيبوا على فرن يكون مسخن مليح. نطيبوهم من تحت ويزيدوا يحمروا لنا غير شويه من فوق، ونخرجوهم. وها هي النتيجه امامكم. راح يجي سوفلي مشرب وبنين، ويجي هذاك الجبن داخل هكاك سايح. شوفوا معايا الحشوه راهي كي تشهي. نتمنى انكم تجربوه وتنجحوا فيه، وهذه الطريقه ناجحه ومضمونه، واهم حاجه انها بنينه بزاف.